إن المؤمن حتى إن ظلم واحد من الكفر أهل النار ربنا هيعاقبه. ولذلك هذا في حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت أن محدثا حدث عن رسول الله بحديث أحببت أن لا أموت أو يموت هو حتى أسمعه منه، فسألت عنه فقيل إنه ذهب إلى الشام. قال: فاشتريت ناقة ورحلتها وسرت شهرا إلى أن أصل إلى الشام، فلما ذهبت سألت عنه فقيل له إنه عبد الله بن أنيس. فلما ذهبت قال له خادمه: إن جابر بن عبد الله بالباب. قال جابر: فخرج ابن أنيس وقد وطئ ثيابه من شدة يعني كعبل، زي ما الواحد منا يحب يمشي كده بسرعة يوم الكعبل في ثيابه. قال ابن عبد الله واعتنقا. فقال: حدثت أنك حدثت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي يوم القيامة. قال: إن الله ينادي يوم القيامة: يا ملائكتي أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق. أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أخصه منه. تقم للكافر لواحد من أهل النار خلاص. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة إن كانت. شوف بقى، شوف الميزان. ما يدخلش بتاع النار وله حق لازم ناخد منه خلاص كده. نعم.